بص يا صديقي، انا مش هتكلم معاك كتير جو في الماتش الاخير في الانفيلد ضد مانشستر يونايتد. طبعا مستوى مش هننفع نتكلم عنه، ولا بص انا هنسى الموضوع تماما، لان عندي حاجات كتير جوه في الفريق ده يعني ممكن تنجدني اكتر من اللي حصل في الماتش ده. هنتكلم النهارده يا صديقي في حلقه جديده من حلقات ركن الانفيلد اللي قلنا قبل كده ان احنا هنتكلم فيها عن كل ما يخص ليفربول. والنهارده هنتكلم عن الصفقات او اللاعبين اللي بتربطهم اخبار بليفربول. بس الاول ما تنساش انك تعمل لايك واشتراك القناه دي وتفعل جرس التنبيهات كمان عشان توصلك حلقات ركن الانفيلد اللي هتنزل كل اسبوع ان شاء الله كل يوم ثلاث. يعني لا تعليق فعلا على اللي حصل في مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد. طبعا كميه سذاجه كبيره جو من اللعيبه ومن ارني سلوت، يعني مش هينفع نتكلم كتير جو عن اخطاء للاعبين او هينفع نتكلم عن ان ده تعثر كبير بالنسبه لليفربول، ولكن في الاخر هي كانت قمه في البريمير ليج ما بين اكبر فرقتين في انجلترا، فطبيعي ان الماتش يطلع بالشكل ده، وده كان احساسي وكان توقعي قبل المباراه لان كنت متوقع كده برضه. وبغض النظر عن مين تفوق على مين، وبغض النظر عن مين اللعيبه اللي اخطات في المباراه دي، بغض النظر كمان عن اسباب التعثر واسباب ان مانشستر يونايتد بعد ما كان في سلسله هزايم من مباريات سهله بيخسرها النهارده بيقدر انه يلعب مباراه قويه ضد ليفربول. ولكن تعالى بقى يا صديقي الحاجات اللي ممكن تنقذك فعلا لو انت مشجع ليفربول زي حالاتي، وهي اهم فقاعه احنا عايشين فيها كمشجعين للفريق ده، وهي فقاعه الصفقات. دايما في كل موسم انتقالات بتشوف كل الفرق بتقدر ان هي تتعاقد مع لاعب واثنين واحيانا بيكونوا ثلاثه كمان على حسب احتياجات الفريق. اي نعم طبعا اغلب الفرق بتعاني شويه او مشجعين الفرق بتعاني شويه، لان مش كل الفرق بتقدر ان هي تجيب لك كل اللعيبه اللي انت عايزها، ولكن بيكون في سياسه للنادي بتكون خاضعه ان هي بس توفر عدد معين من اللاعبين كل موسم انتقالات. ولكن تعال بص عليا انا كمشجع لليفربول، لما بتتفرج على فريقك بيكون عنده نواقص كتير جوه في اماكن كتير جوه في الملعب او في تشكيلتك، وتلاقي ان دايما الاخبار تربطك بلعيبه كتير جوه على اساس ان هي يعني هنقول صحافه، هنقول ان هي اشاعه، هنقول ان هي اخبار بس، ولكن في الاخر ان هي ممكن تخليك تلفت انتباهك للاعب معين انت ممكن ما تكونش اصلا مركز معاه. ومع ذلك بتلاقي ان ممكن الموسم الانتقالات كله يعدي وتلاقي الفريق ده ما بيعملش اي انتقالات. ونادرا لما تسمع ان ليفربول اشترى لاعب كبير او اشترى لاعب برقم كبير قوي زي مثلا داروين نونيز. انت لو فكرت شويه كده مع ليفربول هتلاقي ان اخر 5 سنين ليفربول ما عملش صفقتين 3 على بعض. كمان مش مشكله بس ان انت مش عارف ان انت تجيب لعيبه تدعم بيها خطوطك في الفترات الانتقاليه، زي مثلا انت في مواسم كتير جو قضيتها في البريمير ليج وانت عارف ان انت عندك مشكله في خط الوسط وما قدرتش ان انت تدعم الفريق بشكل سريع وتباطأت في الموضوع وخسرت مباريات كتير جو بسبب القصه دي. ينطبق الكلام ده برضو على الهجوم وعلى الدفاع، لان كان في مشاكل كتير جو، في نقط كتير جو كانت بتضيع منك في منافسات طويله مع السيتي بسبب المواقف اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان الفريق بيكون محتاج لعيبه معينه او محتاج تدعيمات معينه في مراكز معينه، وانت بتستخسر وبتعدي الموسم على كده بنفس اللعيبه، وبيحصل في الاخر ان انت بتستهلك اللعيبه بتاعتك دي وبتيجي ان هي توجع في ماتش زي مثلا ما حصل ضد اليونايتد. مش بس كده كمان زي ما قلنا، لا ولكن كمان ما بيعرفش الفريق انه يحافظ على النجوم باستمرار. دايما بتلاقي اداره ليفربول ما بتعرفش ان هي تتعامل مع اللاعبين في تجديد عقودهم، واغلب اللاعبين في الفترات الاخيره رحلوا عن النادي بشكل مجاني لانتهاء عقودهم، وده معناه ان اداره النادي ما بتعرفش تسوق اللعيبه قبل عقودهم ما تنتهي، ده لو فشلت في اداره التجديد ما بينهم وما قدروش يحافظوا على اللاعب. يعني على سبيل المثال حارس مرمى برازيلي في ليفربول اسمه الاخير كده مارسيلو تقريبا، اللاعب ده او الحارس ده انتقل لليفربول قبل 2 سنين من النهارده عن طريق الاعاره، وهو موجود عندك في الفريق ما لمسش الكوره، ما شافش اي حاجه. بص انت ما تعرفش اصلا ان هو موجود، وفجاه النهارده تسمع خبر ان اعارته خلصت لان عقده انتهى مع النادي اللي كان بيلعب ليه، وانتقل بشكل مجاني لنادي فلومينينسي البرازيلي. يعني هيلعب في كاس عالم الانديه السنه الجايه وليفربول لا. طب انت في الوقت اللي انت عندك حارس زي ده وانت اصلا عندك اليسون وكيليهر، رحت تعاقدت الصيف اللي فات مع حارس مرمى نادي فالنسيا ماماردياشفيلي وسبته في الفريق اعاره لان انت مش محتاج الحارس دلوقتي. طب انت اولا انت يعني تعاقدت معاه ليه؟ ثانيا انت سبته اعاره ليه؟ الحاجه الرابعه انت عندك اصلا حارس انت جاي بطريق الاعاره، عقده هينتهي في نهايه الموسم مع فريقه، تقدر ان انت تفاوض معاه، تقدر ان انت توقع معاه عقد لانه عنده 22 سنه، فده حارس للمستقبل عادي. يعني كان ممكن توقع معاه وانت كده كده هتديله راتب بس، ولكن اداره ليفربول بتتصرف بطريقه غريبه جو، زي عدد كبير جو من اللاعبين رحلوا عن الفريق بشكل مجاني. انت النهارده برضو بتتكلم عن ان في عدد كبير جو من اللاعبين عقودهم هتنتهي لاخر الموسم ده، ومش كده وبس، لا ده دول اهم لاعبين
في العشر سنين الاخيره في تاريخ ليفربول. لو ما قدرتش لو انا كمان مش هصنف ان محمد صلاح من افضل اللاعبين تاريخيا في تاريخ النادي. لاعب زي ارنولد، لاعب زي صلاح، لاعب زي فان دايك، عقودهم هتنتهي اخر الموسم. انت بتتكلم على اهم 3 اعمده في الفريق في الحقبه الاخيره، حقبه يورجن كلوب، والنهارده انت بتبتدي مع سلوت. المفروض ان انت لازم يكون في عندك خطه ولازم تكون واضحه للناس. هل انت النهارده بتنهي جيل تاريخي بالنسبه للفريق وبتقول انا اخر الموسم ده مع صلاح وفان دايك وارنولد لو عايز يمشي يمشي، وهبتدي ان انا ادعم الفريق بدايه من الموسم الجاي واعمل كذا واسوي كذا وهشتري لعيبه والكلام اللي انت بتضحك عليا بيه كل مره؟ ماشي، دي خطه. ولا انت بدأت اصلا المشروع بتاعك من سنتين زي ما انت قلت لي قبل كده، وجبت خاكبو وجبت ماك أليستر وجبت سوبوزلاي، اي نعم على فترات طويله، ولكن انت دعمت الفريق. والنهارده المفروض ان انت عندك بدايه مشروع مع مدرب جديد من بدايه الموسم. ارن سلوت بيقدم مباريات قويه وبيقدم مستوى عالي، فالمفروض ان انت دلوقتي في مرحله بدايه مشروع مش نهايه حقبه. فاللي في بدايه مشروع ده كان لازم تدعم من الصيف اللي فات، لان انت المفروض ان انت تعاقدت مع مدير فني جديد، وكان لازم ان انت تشتغل على تجديد عقود اللاعبين اللي هم اهم لاعبين عندك. واحد زي ارنولد، واحد زي صلاح، واحد زي فان دايك، كان المفروض ان هم من بدايه الموسم عارفين راسهم من رجليهم ومجددين سنه واثنين وثلاثه على حسب. خلي بالك هقول لك على حاجه، انت النهارده ممكن تبقى عامل مشكله مع صلاح في التجديد، عامل مشكله مع فان دايك في التجديد ومش عايز تجدد لهم، يعني ممكن نتكلم فيها. ولكن ارنولد يعني بص، ارنولد المفروض ان انت كنت تحافظ عليه من الاول، لان ده لاعب طالع من الاكاديميه، وده ما حصلش من ايام ستيفن جيرارد ان واحد يطلع من الاكاديميه ويشتغل بالشغل ده ويشتغل ويقدم المستوى العالي ده ويبقى مصنف عالميا ان هو من افضل الاظهره في العالم. ولكن ده يعني بص حصل لك طفره، فانت كان المفروض ان انت تحافظ عليه في السنين اللي فاتت دي كلها زي ما انت حافظت كده، والمفروض ان انت تكمل تمضيه عقد ب 10 سنين كمان. ده لاعب لسه عنده 26 سنه، يعني لو كده المفروض يكون ده ايقونه النادي، اسطوره النادي. ده اللي انت ممكن المفروض يعني يكون حجتك ان انت مش عايز تجدد لصلاح 3 سنين، لان محمد صلاح النهارده عنده 32 سنه، هيخلص ال3 سنين اللي هو عايزهم عنده 35 سنه. ولكن انا متاكد وكل الناس عندها تاكيد 100% طبعا بعد اراده ربنا، يعني ان محمد صلاح هيقدر يستمر في البيك بتاعه لغايه 35 سنه، هيدي لك لغايه 35 سنه وهيدي لك ال3 سنين اللي انت مستخسر تجدد عقد محمد صلاح بالقيمه دي، لان محمد صلاح تقريبا هياخد 65 مليون جنيه استرليني في خلال ال3 سنين دول. انت النهارده مش هرجع بيك برضو واقول لك ان انت كان المفروض ان انت يعني تقنع ارنولد بالبقاء حتى لو هتديله فلوس زياده، طالما انت مش عايز تجدد لصلاح على اساس ان انت هتدخل دي في دي. ولكن انت اولا مش عارف تحافظ على ارنولد اللي كلنا عارفين ان هو بيقدم مستوى عالي هجوميا، ولكن دايما بيكون ثغره في دفاع ليفربول دفاعيا. فيعني انا مش يعني بص، انا رايي مختلط مع ارنولد. انا ارنولد انا يعني بالنسبه لي هو يعني رمز للنادي زي جيرارد، فكان يعني احب ان هو يكمل اكتر من كده. لكن طالما هو راجل بيلعب ماتش زي ماتش اليونايتد، ماتش مهم على ارضك، ماتش انت شايف ان انت ثغره الفريق فيه، اكيد العالم كله اتكلم عن القصه دي وكان ظاهر جو من الشوط الاول، واكيد المدرب ارن سلوت اتكلم معاك بين الشوطين ان انت ثغره في الدفاع في الشوط الاول. ولكن يستمر برضو عدم تركيزك، لان انت راجل دماغك بتلعب، انت اصلا بتلعب في الانفيلد، ولكن دماغك بتفكر في ريال مدريد وعرض الريال. يعني الماتش اللي قبله انت كنت عامل ماتش حلو جو، كنت انا بقول ازاي واحد زي ارنولد المفروض ان هو يمشي اخر الموسم بيلعب بالشكل ده وبالاسلوب ده مع ليفربول، ولكن انت برضو بترجع لنفس القصه. هرجع بيك على موضوع صلاح اللي عايز 65 مليون جنيه استرليني تقريبا في ال3 مواسم اللي عايز يلعبهم، وليفربول او اداره الفريق خايفه ان هي تتعاقد معاه لمستواه ينزل في خلال ال3 سنين دول ويبقى عبء على الفريق وياخد مرتب عالي من غير ما يعمل بيهم يعني بالعربي. فانا يعني انا مش عارف افكر مع، يعني مش عارف اداره ليفربول بتفكر ازاي حرفيا. ولكن انت بتستثمر في ذهب، انت بتستثمر في هداف تاريخي، انت بتستثمر في هداف ولاعب اسطوره لو استمر معاك، ده حتى لو مستواه وجع. يعني يا سيدي اعتبر ان محمد صلاح هيلعب سنتين وهيريح الثالثه، هو اعتبر ان هو بيفكر في كده وده اللي هيحصل. فانت في خلال ال3 سنين دول اللي انت يعني يا عم اعتبر ان انت بتدفع له المقابل اللي هو عايزه ده علشان يديلك منهم سنتين في البيج، وابقى بعد كده يا سيدي بعد سنتين تكون انت طلعت جناح ناشئ من الاكاديميه، تكون اشتريت لاعب صاعد واعد. وفي لعيبه كتير قوي انا ممكن اسمي لك النهارده 10 15 لعيب عقودهم هتنتهي في نهايه الموسم، واللعيبه كلها انت ممكن تكلم واحد منهم تعرض عليه مرتب كويس وتقدر تجيبه بديل لصلاح يا سيدي. عارف انا لو واثق ان اداره ليفربول هتعمل كده،
يعني بالرغم ان انا يعني اسطورتي محمد صلاح في ليفربول دلوقتي، ولكن عادي انا ممكن اتخلى عنه، مش هتخلى عنه لان هو كده كده سنه ولا الثانيه ولا الثالثه هو هيمشي، يعني مش هيعيش للابد بيلعب كوره في ليفربول. ولكن لو انت جبت لي لاعب النهارده عنده 19 18 سنه، وانا عارف ان هو بعد سنتين كده بعد ما صلاح يريح هو اللي هيستمر وهو هيكون حاجه كويسه جوي، وماله ماشي. بس انت النهارده ما عندكش البديل الجاهز لمحمد صلاح عشان تشتري لاعب سوبر، لاعب بريميوم تحطه مكان صلاح بكره يقدر ان هو يقدم مستوى عالي ويقدر يعوضك عن الاهداف والصناعات والاسيستات اللي بيعملها محمد صلاح في الدوري الانجليزي وفي كل البطولات اللي بيساهم فيها مع ليفربول. وعرفت ان انت تقنع اللاعب ان هو يجي يلعب معاك، مش هتدفع له اقل من 70 80 مليون جنيه استرليني في الصفقه وغير الراتب بتاعه. فانت وفر ده كله، ما هو اديهم لصلاح وكمل. عندك كمان يعني برضه مصيبه تانية حاجه تضحك، عندك فان دايك عقده بينتهي بنهايه الموسم، انت مش عارف يعني تجدد له، مش مقتنع ان انت تتكلم معاه اصلا، وتحس ان هو مش فارق معاك كلاعب، المفروض ان هو واحد من افضل المدافعين في العالم في الفترات الاخيره في خلال ال7 سنين اللي فاتوا. فان دايك واحد من اهم المدافعين في العالم بلا نقاش. النهارده اتسرب خبر عن خورخي بيكون الصحفي الموثوق في اسبانيا ان وكلاء فان دايك عرضوا اللاعب على ريال مدريد، وريال مدريد رفض، قال لك اللاعب عنده 33 سنه وده مش تيبي، يعني فان دايك مش المدافع اللي ينفع يلعب في ريال مدريد. فيعني دي ناس على الله بتفكر برضو زي نظام ليفربول كان نفس الفكره. ريال مدريد هناك ما عندهمش مدافعين، عندك ميليتاو بيتصاب بالصليبي اكتر ما بيلعب، عندك فايخو بيلعب 3 ماتشات في السنه، بقاله 5 سنين في النادي ما لعبش غير 15 ماتش. عندك كمان ديفيد ألابا، تحس ان هو جاي متعاقد مع مستشفى النادي اصلا، ده مش جاي يلعب كوره، ده جاي يتعالج في مستشفيات ريال مدريد. هو الوحيد بس اللي فيه الروح شويه روديجير، وممكن بكره تلاقيه اتصاب عادي. وبعد كده عندك 700,000 لاعب من خط الوسط والاظهره وما اعرفش ايه كلهم بيلعبوا قلب دفاع عادي مع انشيلوتي. فدي ناس برضو على الله، ولكن احنا مش الناس دي، احنا مش زيهم، يعني دول بتكون الدنيا خربانه معاهم وبيكسب دوري الابطال عادي، انما انا بعاني. يعني حرام عليكم، المفروض انتوا كاداره يعني بص في عندك حلول كتير قوي، عندك لعيبه كتير قوي عقودها هتنتهي بنهايه الموسم، اتكلم مع حد منهم. عندك كيميتش عقده هينتهي بنهايه الموسم، وبايرن ميونخ مش عايزين، يعني في مشاكل بينهم وبين بعض، البايرن عايز يديله مرتب اقل من اللي هو بياخده حاليا، والراجل رافض عايز مرتب اعلى. تقدر تدفع له انت مرتب اعلى وتاخده بنهايه الموسم ببلاش وانت عندك مشاكل في خط الوسط. عندك مثلا جوناثان ديفيد مهاجم ليل عنده 26 سنه وعقده هينتهي بنهايه الموسم وبيطلع نار من بوجه حرفيا في الدوري الفرنسي، فانت ممكن تتعاقد معاه وتسرح نونيز يعمل للميلان اعاره ب5 مليون زي ما هم عارضين، ومع بند حقيه الشراء في نهايه الموسم ب45 مليون. يا عم يغور في داهيه بال50 مليون، اجيب واحد زي ده بيطلع نار من بوجه وبيقدم مستوى رهيب مع ليل في الدوري الفرنسي وعقده بينتهي في نهايه الموسم، تقدر تجيبه فري ويا دوب بس تتحمل الراتب بتاعه لان هو اصلا كمان مش عايز يجدد مع الفريق. انت النهارده عندك فان دايك اللي انت مش عايز تجدد معاه، عندك جوناثان تا مدافع باير ليفركوزن بيقدم مستوى عالي قوي، الواد ده بص حريف 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 جوه في الدفاع، يعني عارف اللي هو ايه، بيعرف يلعب كوره، مدافع بيعرف يلعب كوره وسنه صغير، تقدر ان انت النهارده تتعاقد معاه ويجي لك فري في نهايه الموسم. ده لو انت اتكلمت معاه، اللاعب ده اكيد هيمشي من باير ليفركوزن، هو كده كده مش عايز يجدد، وبرشلونه والبايرن واكلين دماغه، فانت ممكن تخش معاه. ده لو انت بتفكر اصلا ان انت فعلا تدعم الفريق، ده لو حجتك في الاساس ان انت ما عندكش السيوله الكافيه ان انت تقدر تخش في صفقات بتجلك وتضارب ب50 و60 مليون عشان تشتري لاعب انت محتاجه في الصيف او محتاجه في الشتاء الفتره دي. بص يا صديقي، هو كلام كتير جوه المفروض ان اتكلم فيه معاك عن ميركاتو الخاص بليفربول، لان ليفربول من اصعب الفرق اللي بتعمل انتقالات، لان دايما بيكون في مشاكل كتير وكلام كتير ولغط كتير، وفي الاخر تلاقي ان مفيش اي صفقه حصلت، وممكن بس صفقه يتيمه هتشوفه بعد 5 سنين وممكن ما يلعبش اصلا كمان. فلغايه هنا يا صديقي نكون وصلنا لنهايه حلقه ركن الانفيلد، البرنامج اللي احنا بنتكلم فيه عن كل ما يخص ليفربول. هستنى تعليقاتك في الفيديو ده عشان تتكلم معايا عن الصفقات اللي احنا محتاجينها بالفعل